Soflaouen, خاني أمينة حمودة سياتي كنت من زوت الرجير فيستيفال كونتار تخمن لي في فردو في كتابي. Je suis diplômé de l'école régionale des beaux-arts Niazoven en juin 2018. Ma spécialité art graphique. Et voilà, بدي دي خدمي و عندي ملاغ دونك اكزاست. العسلامة نون غير تدرتنا تدرت فردود et organiser نتاقي الغوكونتار كير ونيني العسلامة نون نتمنى يعجبوا الحال اللي تدرتنا كاينين نداكير je fais partie de la famille de Kamel Hamzal, je suis sa petite sœur. Vrai غادي باللي نقضي شاكينير توالي مكاكير سي غراس à l'organisation تدرت نبغى نشكر بوك عطاس وطاس l'association كامل أمزال يقدشن ومازال تقدش ونتمنى غتقدش إوا كنا اسمي سويتو تسويالا نبغى ديرنا دنيني ماشي ماذا الساقي غادي نبريزونتي كامل أمزال سنين تاكل غاشير سنين تدات سنين فالانيين نبغى نتمنى وتتسوني المدن يعطيك الصحة عرفت الزاقي دار زعما الغورنا ويعطيك الصحة ميرسي يرسي ودي بوين الأذان ودغاس السفاتي يقسم كل شيء يسعى لحداثا يا لها الأقدر يا المدن وين وانا غير المعرفة ذكر الفلس يا حبيب نحيا المؤمنين لون يدير بلالي مدياز شناي عقلي وسيغداد تكيا دي تفاسكي يقوم يقارنا راكونتار ميال سكواس حمل غاد روح اي غير تما غاد طاسو ماينو تما غاد الحبابي وما نازورنا النظام كسوماتا وذا غني تيسينا تدرين القبايلي شبحن راس كوساكي قلا يتدار تفرضوث تدار يكشف حناك ذوك سكواساكي نجوج 2017 ايني دوالا غادي صفراحان يا لو كان هذه اللي انت ياك تدرين القبايل دغا كي قد تشوفون انت تدار ثقيل وسيادة ذيكي غادي فاسكاياكي بغد ثلاثة يمد نسفرا غادي فغن كانوا مايناكي يون قرغساش قرير سين النظام تسوقيلتي دخدمة يوث انت مدياس انت مورث ليكواتور يون قراس ذا شيء ذو غريس ناس فرانسيس كيسكو لو ساكري وايض قراس الريخثيد سما عارف قبايلي اول من الصحراء ذاينو من سمان تاث لو فيرب دو ديزير ذي القاع وفي ضلوع ذي القاع يفكرتيلو فانيذها يفكرتيلو فانيذها يفكي راك سبعة ورشي ونادي الفا بالمعنى 2018 Tiferdout, ça se passe très bien, il y a une bonne ambiance, beaucoup de monde, le village est magnifique, je le découvre, je suis conteuse, je fais des contes autant que possible. أزيف لونا الحباب فرحة غطاس ملي غداكي فيستيفال الفردوس أتشكر غطاس بابت مغرام les organisateurs, le public, les artistes. ما الحسابوش فيه خدمة الحسابوش فيه أكنا دم كثير ثمزي وثعدة
comme je vous le disais, je suis producteur de safran en Algérie depuis 5 ans maintenant. Donc juste ici en bas, il y a 2 villages en dessous. Et donc ça, c'est le fruit de mon travail. Il s'agit effectivement de faire sécher le pistil. Une fois qu'on a cueilli les pistils, il faut savoir que la récolte a lieu tous les mois de novembre. Et elle ne fleurit, le bulbe ne fleurit qu'une seule fois par an. C'est un produit que je cultive sans aucun produit chimique. Donc c'est vraiment en respect avec l'environnement et avec la nature. Donc c'est un produit qui sert bien évidemment dans le domaine culinaire, mais il y a également des vertus thérapeutiques concernant le safran. الزول في اللون غير تدرت علاين بلو بروبر فيلاج بلو فيلاج تفردود السلام نصوفي يسون وكذا كنت يوسن غير تدرتنا كنا دير بالليل ذا مدياز تدرت ثاقي تفردود السلام عليكم عجبهم الحال ذاك ورنا دونك ثنا سندرا شي ان بو بارتو ça va quand même il y a du monde voilà donc يعطيكم الصحة نشوف يسونا ورثو في ذا الشي دبوي أنا في السني وذين الموال ورثو في ذا الشي تنذي غالب ثاثي ولا نا اشتي يبري ذا ذا